أخذنا الفصل الأول من مادة الاجتماعيات الصف السادس اللي هي 18 محافظة للوطن العراقي، اللي هن بتبدي من أقصى شمال العراق المحافظات الشمالية، اللي هي أول محافظة نعم يا محافظة طوق، نعم، أربيل وسليمانية، الموصل، نجي على الأنبار، نجي على بغداد وواسط، ومن ثم الفرات الأوسط اللي هي كربلاء والنجف وحلة، نجي على المحافظات الجنوبية اللي أخذناها ميسان والمثنى والديوانية، وآخر شيء البصرة اللي ختمناها بدرس يوم الخميس. اليوم راح نبدي مجتمعنا العراقي اللي هو الفصل الثاني أو الوحدة الثانية. إيش يقصد بالمجتمع العراقي أو مجتمعنا العربي بصورة عامة؟ نعم بتول. وهي مجموعة من الأفراد يعيشون على الأرض العراقية تربطهم الروابط التاريخية الاجتماعية الأصلية والروابط المشتركة مثل الوطن. عندنا خارطة للروابط المشتركة اللي تربط أبناء المجتمع الواحد اللي هي نعم الوطن مصير المشترك والأهداف المشتركة والحضارة والمصالح المشتركة. الحضارة المشتركة، اللغة المشتركة، الدم المشترك، كل هاي روابط تربط أبناء المجتمع الواحد. عرفتوا؟ إحنا ليس فقط عندنا مصير واحد، ليس فقط لدينا هدف واحد، ليس فقط لدينا وطن واحد، كليتنا من الشمال إلى الجنوب فصيلة دم واحدة، هوية واحدة، مصير واحد، جذر واحد هو نابع من أرض العراق، أرض بلاد الرافدين. هذا كله هو اللي يحببنا ببلدنا. لو قد ما يمر علينا سنين، تمر علينا ونشوف دول غيرنا يمكن متطورة حضاريا، يمكن بلادها أجمل وأكبر، لكن نرجع إلى بلدنا نشوفه هو الأجمل والأحلى والأكبر والأحسن والأوفر. يعني ما نقدر نقلع هاي الجذور ونطلع من عندها ونشوف إنه وطن ثاني. نعم نور. هم نعم مجموعة من الأفراد. نعم أحسنتي ماما. يلا بتول. يلا بتول. هي مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق وتجمعهم روابط عدة أهمها المصير المشترك والأهداف المشتركة والحضارة والمصالح المشتركة. نعم أحسنتي. مجموعة من الأفراد تجمعهم روابط مشتركة. هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق وتربطهم مصالح مشتركة، الوطن التصير المشترك، الأهداف المشتركة. أحسنتي. يلا سما. مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق تربطهم روابط تاريخية واجتماعية، وطن ومصير مشترك والأهداف المشتركة. يلا هاجر. طيبة. نعم. مصير الواحد. أهداف المشتركة. نعم. يلا هاجر. الوطن المشترك، المصير، هم مجموعة من الأفراد. إحنا هو من هم؟ إحنا أني وإنتم، عائلتي وعائلتكم، أعمامكم وأعمامي، أخوالكم وأخوالي، جيرانكم وجيراني، هم هاي المجموعة. هو اللي يقصد بيه، سواء كنا عرب، أكراد، كلدان، مسيح، صابئة، كل القوميات وكل العرب اللي موجودين داخل العراق احنا مجموعة من الأفراد نعيش على هاي الأرض. نجي الوطن، المصير المشترك، الأهداف المشتركة، الحضارة والمصالح المشتركة. يلا ماما. نعم. يلا ماما يا نور. الوطن، المصير المشترك، الأهداف المشتركة، الحضارة والمصالح المشتركة. إذن عرفنا احنا إنه هاي الروابط. يلا سارة سمعينا صوتك. يعيشون على أرض العراق وتربطهم روابط الوطن والمصير المشترك والأهداف المشتركة. وادي الرافدين كليتنا عرفنا إن حضارتنا آشورية، سومرية، بابلية، أكدية، تجمع كل المكونات. احنا عرفنا إنه العراق يضم عدة مكونات، عدة قوميات. شنو هاي القوميات؟ شنو يعني قوميات غدير ماما؟ اللي هم من هم؟ العرب والأكراد. نعم. العرب والأكراد والكلدان والآشوريين والسريان. نعم أحسنتي. والأيزيدية والشبك والصابئة. أحسنتي صفقولها. إذن القوميات أي واحد يجي يسألك
قوميات أقليات، أقليات قوميات. شنو هاي الكلمة؟ هم اللي قلنا عليهم اللي موجودين عندنا، سواء كلدان، مسيح، صابئة، يزيد، شبك، كل اللي أخذناهم اللي ساكنين وين؟ بالعراق. وين بالضبط؟ شمال، جنوب، وسط، غرب. أكثر شيء وين؟ بالشمال. مناطق الشمالية. هسه راح نجي عليهم الأكراد. أولا عندنا منهم العرب اللي هم إحنا، العشائر، اللي العشائر المختلفة اللي لا تعد ولا تحصى، اللي هي أغلب جذورها أيضا سواء من تركيا أو من غيرها. حتى نشوف بعض الأحيان كل عشيرة لها علم خاص بها أو شعار خاص بها، وشيخ عشيرة اللي هو شلون نقول هو رئيس جمهورية هاي العشيرة، رئيس جمهورية هاي العشيرة اللي يقضي ويحل كل المشاكل اللي تصير بين أولاده وأولاد أولاده وأولاد أعمامه وأولاد يعني النسب اللي موجودين. هسه راح نشوف العرب. نعم. تربطهم روابط عدة، ويتميزون بإرثهم الحضاري والاجتماعي الأصيل فضلا عن العادات والتقاليد العربية الأصيلة. نعم. ويعيش هذا المكون بانسجام وتعاون مع المكونات الأخرى. أحسنت. هم يقطنون كل المحافظات اللي أخذناها، سواء كانت الغربية أو الجنوبية أو الوسط، بغداد وواسط وكركوك وغيرها، هاي تعتبر هي الوسط. فهم لهم عاداتهم وتقاليدهم. هسه انتم كل وحدة تعرف عادات وتقاليد أهلها. يعني مثلا الحياة أهم شيء، مثلا نقول الحرام والحلال يتعلموه من خلال هذه العادات والتقاليد. الأصول اللي عدم تجاوز على الجار، مثلا عندش عدم تجاوز على الأكبر منش، عمش أو خالش أو جدش اللي موجود بالبيت. العشيرة أكو صلات تناسب بين عشيرة وعشيرة. يعني شنو صلات تناسب؟ شنو صلات تناسب؟ نعم، التزاوج بين الأقارب وأيضا من عشيرة إلى أخرى. بدأوا يطورون قبل